السلام عليكم متابعي قناة أخبار بلادي. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو على بلاطو التونسي. الصحافة التونسية كتكلم على المنتخب المغربي قبل لقاء نظيره المنتخب الفرنسي، وكتكلموا على صامويل إيتو اللي قال في واحد التغريدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قال بأن المغرب لم يعد في بلد أفريقي، بأن المنتخب المغربي لم يعد منتخبا إفريقي، أصبح من المنتخبات الكبار في العالم. المهم خليكم على الفيديو، ما نطولش معكم ونلتقاو بعد الفيديو ان شاء الله بحول الله. كأس العالم باش تقعد مذكورة في كأس العالم 2026 بأمريكا. يعطيك الصحة سي صالح الثابتي. باش نبقاو نحكيو على المنتخبات، لكن هذه المرة باش نحكيو على المنتخب المغربي من خلال تدوينة لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اللي أشاد فيها بقيمة المنتخب المغربي، وقال هذا المنتخب المغربي لم يعد ينتمي إلى القارة الإفريقية. بالضبط واش قال صامويل إيتو: لم يعد من المنطقي مقارنة المغرب ببقية المنتخبات الإفريقية، وأضاف: أسود الأطلس تجاوزوا هذا المستوى وأصبحوا الآن ينافسون نخبة منتخبات العالم. إشادة كبيرة من أحد أساطير الكرة الإفريقية تؤكد المكانة التي وصل إليها المنتخب المغربي على الساحة العالمية. شرط الرأي ولا يسعد مجيد؟ مونياج قوي من أفضل اللاعبين الأفارقة اللي عملوا معنا تاريخ في الكرة العالمية. اليوم كلامه صحيح، لأن المنتخب المغربي ما عادش تلعب بالي آخر، بالي كبير برشا. أنا شفناه يلعب بند مع أي فريق ولا يهاب حتى فريق. أنا مقابلته ضد هولندا تتأكدت منه الفريق هذايا ما يخافش، وحتى الفريق الهولندي لوطة. أنا يغزر له هو المنتخب المغربي هو القوي والمنتخب الهولندي الضعيف. أنا بكل أمانة إشادة قوية وصحيحة في نفس الوقت. شهادة تاريخية من لاعب تاريخي في كرة قدم الإفريقية مروان تاج. هذا الفريق اللي خدم على روحه باش تكون نتائج هكايا. ماهيش ساهل، عباد عطا خدمة عطات لبلادها، وشهاده من ايتو يظل ماهيش غريب علينا. المنتخب المغربي ظاهر اللي روحه يكون من الخمسه الفرق المنتخبات الاولى اللي في العالم، صح عليهم وحاجه باهيه. راهي صاحبي، راهو اليوم رانا نحن كي نغزروا المغرب لازمنا الحقيقه نحطوا في مخاخ لان يكونوا ما فماش كوره، ما فماش حاجه صعيبه في الكوره. دونك تخدم تلقى عندك ملاعبيه تحب بلادها تغير على بلادها، وان شاء الله علاش لا معناتها فرق اخرى تتالق كما المغرب في السنوات القادمه. واضح سي علي. كي تجيك شهاده من لاعب عالمي كيتو ويقول لك ما عادش تنتمي للقاره الافريقيه، سي فري المغرب عملت شيء اخرى بالي اخر بصراحه تامه. وتشوف يعني سهل باش توصل للقمه، لكن باش تقعد في القمه هو اصعب خويا صاحبي. 22 وصلت الدومي فينال، توا زادت تحسنت. شنو اللي تحسنت؟ حسنت في الاستحواذ الهجومي، فكر الهجومي، حسنت في التنشيط الهجومي، تحسنت كي يلزم تدافع وتعمل ترانزيسيون كما شفنا البارح بعد ما لقات سباس. شفنا درس نتاع ترانزيسيون نتاع الهجمه المرتده السريعه، شفنا يعني فرص كبيره. الفريق يعرف يخلق الفرص بكيفيه كبيره في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه ولا وسط الميدان. هل هي لمسه المدرب والا قيمه اللاعبين؟ فكر المدرب هو اللي يعمل البلان دو ماتش، هو اللي يعطي الافكار والجراوند لين نتاع الفريق. افكار الفريق شكون يعملها؟ يعملها المدرب، لكن يعرف يحط اللاعبين المناسبين في المكان المناسب. ها هو القوه نتاع الفريق. الفريق كان في 22 خويا صاحبي يلعب مليح، مسكر مليح ويلعب مليح للتنقلات الهجوميه. توا ليه؟ ولا الاستحواذ موجود، ولا يلعب الهجوم ويشد فريق كما قال مجيد كما كونتر هولندا يعصرها غاديك. البارح شفنا بعد ما ماركات البونت الاول والثاني، شفنا كيفاش سكر، كيفاش عمل الترانزيسيون. تعرف شنو واحد يقراهم هذاكم الترانزيسيون التحولات السريعه، يتقراوا هذاكم في المعهد الاعلى للرياضه. تفضل صاحبي صدقني، تلبس فيتمون انت وتشد تقعد على البنك المغرب تربح الفرق الكل. دياز سايبري خذته بيان وناحي لاعب بعاد طفل صغير معناها حكيمي الخندوس ترسانه من اللاعبين الكبار. معناها المدرب او شوف حتى كي تبدل الوابي جابوه في وقت قصير. الماكينه تلعب عادة المغرب ولات، علاش؟ خاطر عندهم لاعبيه كبار. المغرب ماكينه تنجم تلعب من غير مدرب. المدرب عنده سامحني المغرب ماكينه تنجم تلعب من غير مدرب. المغرب
من غير مدرب تنجم اكد لك. واضح. لطفي الكبير، اولا قراءتك في تدوينة صامويل ايتو النجم العالمي اللي شرف برشا كرة القدم الافريقية، ومن بعد عندي سؤال اضافي ليك انت. اكيد هو الموقف نتاع صامويل ايتو منطقي وموضوعي جدا، وهذا فرضته الاستمراريه نتاع النتائج الايجابيه نتاع المنتخب المغربي، لانه كان النتائج اللي وصل للمنتخب المغربي في كاس العالم قطر 2022 وقفت الغادره نقولنا صدفه، لكن الاستمراريه في النتائج الايجابيه والفوز بعده القاب سواء كان على مستويات معينه، سواء كان الاكابر ولا الفريق الاولمبي ولا فريق اليو 20 كل، يعني هذا يبين انه فما خزان تجبد منه المنتخب المغربي، فما مستوى معين وصلته لكره القدم المغربيه واكدته في كاس العالم هذه لحد الان. هذا يخلي الموقف نتاع صامويل ايتو منطقي وموش يعني مجامله ولا دبلوماسيه الحديث. الحاجه الثانيه انه ممكن للاسف انه في كاس الافريقي ما اكدتش كما يلزم المنتخب المغربي وما هيمنش على الكاس هذه بسهوله، لكن اليوم كي نشوفوه في كاس العالم اكد، ولهذا موقف صامويل ايتو منطقي جدا وفرضته كما قلت لك استمراريه النتائج الايجابيه نتاع المنتخب المغربي. لطفي، ولت عندك مشكله مع اشقاء المغاربه، كل كلمه تقولها انت تولي قضيه راي عام لدى الجمهور الرياضي المغربي، لو كان تحط النقاط على الحروف. لطفي شوف سي صاحبي، خلينا نقولوا حديثي ما نقولش رأي شخصي، فهم بالغالط. علاش؟ خاطر في جمله باختصار باش ما نطولش عليك، وسامحني باش نستعمل المثال هنا، اللي كان انت ولدك يجيك بالكرني نتاعو في اخر السنه الدراسيه وتلقى ملاحظه حسن قادر على ما هو احسن، يعني هذه الملاحظه هذه خطيره جدا، لانه هو ايش يبين؟ انه ولدك وصل للنتيجه المطلوبه لكن هو عنده خزان ما استعملوش، يا هو بخيل يا هو يعمل في دوزاج. معناها المنتخب المغربي يقرا في السيزيام تو بنجح. لا مش السيزيام، انا ما قزمتش المنتخب المغربي وظهر لي يعني مانيش مؤهل باش نقزمه خاطر يعني ما شاء الله، لكن المنتخب المغربي قلت ما اقنعنيش، يعني عنده خزان ما شاء الله انه ينجم يقدم مستوى احسن، وهو دخل في بالي كبير اعلى من هكا، لكن هو مازال كيما تحس به مازال يعمل في الدوزاج، يعني مازال، وهذا منطقي لانه مازال باركور طويل، لكن حبيت نقول لحد الان المستوى اللي تحسه عند المنتخب المغربي مازال ما قدموش، هذا هو معناها اللي عنده خزان فني ما شاء الله، لكن مازال تحسه نجم يعمل خير. يا لطفي بالله شكون طيحها المغرب في كاس العالم تاع قطر؟ فرنسا ولا فرنسا من سوء حظها. ريت ماتش فرنسا والمغرب عندي انا ذاك فينال. هذا حبيت نقول البارح، نحكي لك معناتها من سوء حظها ديما وفرنسا ما فما حتى منتخب في العالم ينجم يوقفها. دونك اللي وصلت له المغرب لا غالب من سوء هكا ولا المغرب كما جاتش فرنسا المغرب من احسن المنتخبات اليوم الحقيقه، خاطر عندها افكتيف كبير ياسر فرنسا. قلت لك حتى بريزيل ما جاش وقت فرنسا، من لا غالب سوء حظها من المغرب. انا قلت لك كان جات مش في البول نتاعها فرنسا ممكن ترى ماتش فينال هذاك، خاطر المغرب قادره توصل فينال. فما نقطه مهمه عبر عليها سي مجيد بكري وحتى سي علي، هي الناحيه المعنويه عند اللاعب والثقه. كي تولي انت في بالي معين ما عادش ترضى بالاقل، ولو اللاعبين المغاربه يعني طالبوا بالضبط هذيك العقليه اللي احنا ناقصتنا، خاطر احنا ديما البار نتاعنا كجمهور ولا كتوانسه ما تعودناش بالانتصار، ديما ترشح للدور الثاني كي الاكسبلوا عندنا، هما ما عادش مقتنعين بالاقل، واللي يدخل الماتش يعرف روحه طموحه هو كبير ماشي الفينال، ما يراش كما قال حكينا على هولندا حط اللوطه، طبيعي حط اللوطه خاطر هو طموحه اعلى ماشي قدام. كيف انت فرنسا اللي كان يعاملوها بنفس العقليه، بالنسبه لي هو ماتش عادي للترشح. ان شاء الله نتمناو المغرب نحن ضد فرنسا، من فما حاجات واقعيه. فرنسا راي انا عندي بعد فرنسا مازال بكري تو نحكيو عليه ماتش فرنسا يعني والمغرب مازال بكري. انا قلت انت حكيت على الكرني وعلى المعدات، هو اقصى معدل 20/20 هكا ولا؟ أنا المغرب في لحد الآن معدلها بالنسبة لي أنا 30/20 في مونديال 2026. سي صالح صامويل ايتو نرجع لك. تعبي شهادة من ملاعب كبير، من لاعب خلى بصماته باش يقعد يذكروا التاريخ. صامويل ايتو من أساطير كرة القدم الإفريقية، والشهادة هذه نتاعو ما جاتش من فراغ، خاطر صامويل ايتو من أصله ما يجملش، حتى مع الكاميرون ما يجملش، ديما يقول الحقيقة، حتى ولو على المنتخب نتاعو ولو حتى على بلاده. صاحبي اللي وصلت له المغرب صحيح فما ملاعبيه، صحيح فما طاقم فني، لكن فما جو داخل العائله تاع المنتخب المغربي. الجو هذايا مسؤول عليه شخص، خاطر بصراحه باش تلقى عندك الكم الهائل نتاع النجوم لي فوديت. فما المغرب عندها 25 ولا 26 ملاعب، 26 فوديت.
كي تسمي ملاعبي تسمي ملاعبي باش تخلي الجو العام تاع المجموعه هذه ملاعبيه سوداء وجروب سوداء وكل، يلزمك شخصيه قويه برشا. الشخصيه هذه هو رئيس الجامعه السيد فوزي لقجع. خوتي العزاز، عدنا بعد ما شفتوا الفيديو، شفتوا الكلمات ديال الصحافه التونسيه دائما معروفين عليهم كيساندوا المنتخب المغربي بقوه وشجاعه، سواء ظالم ولا سواء رابح ولا خاسر، ديما كيشجعوا المنتخب المغربي. ونتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش دعمونا في القناه ومتابعه الصفحه ليصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.